مرحبا بكم في قناتنا قناة MF Today. في عز رمضان عون سلطة يقوم بوضع حد لحياته بطريقة مأساوية بمدينة ميدلت. أفادت مصادر محلية أن عون سلطة برتبة شيخ يعمل بدوار أيت موسى وعلي التابعة للترابية الدائرة بوميا إقليم ميدلت، وضع حدا لحياته شنقا داخل اسطبل منزله. وتضيف المصادر عينها أن زوجة الضحية عثرت عليه جثة هامدة معلقا بحبل ملفوف حول عنقه مثبت بسقف اسطبل منزله بالدوار المذكور. وقامت باتصال بالسلطات المحلية بالمنطقة. وفر توصلها بالخبر انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق مفصل في الواقعة مع أقارب وجيران الضحية، فيما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بميدلت. وقد أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع جثة المقدم بتشريح الطبي المفصل، وذلك لفائدة البحث القضائي في النازلة من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الانتحار الغامض لهذا المقدم. إن لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة MF Today لتتوصلوا بجديدنا وجديد الأخبار الدائرة في المغرب وحول العالم.